بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفيديو ده يا جماعة مهم جدا للناس اللي سألت وقالت نعمل ايه للحمام في الحر الشديد ده. بيحصل موت مفاجئ للحمام الشباب والحمام الكبير. بيحصل خلل مناعي وعدم توازن للحمام. الحمام بيشرب ميه كتير قوي وما عادش بيقبل على الاكل. الامراض كترت كتير اللي عندي وما عدتش بعرف اسيطر على الصحه العامه للحمام، والحمام خس واسهالات عمال على بطال. عايز بس اقول لك حاجه قبل ما ابدا في الفيديو، اقول لك يعني الفرق بين الحاله المرضيه اما يكون الفرد الحمام مريض، والفرق بين الاجهاد او الاحتباس الحراري للطير. الفرق بين الحاله المرضيه بتلاقي الفرد الحمام ممكن يكون عنده سالمونيلا، كوكسيديا، كوليستريديا، تنفسي، ايا كان المرض اللي احنا عارفينه. في بقى حاله ممكن تلاقي الفرد الحمام اسهالات على طول، فرد الحمام خس فجاه بسبب ارتفاع درجات الحراره، حاجه اسمها احتباس او اجهاد حراري. اجهاد الحراري ده بقى بيعمل ايه؟ بالسوائل اللي في جسم الطير بيفقدها وبتقل، فبيحصل عنده اسهالات وخلل مناعي. في الحالات ده يا جماعه ما ينفعش تتدخل بمضاد حيوي. استبعد المضاد الحيوي نهائي في فصل الصيف، غير لما اكون متاكد ان دي حاله مرضيه، وبيفضل اعطائه بالليل. في فتره الليل ما بتديش في عز الحر اي علاج يا جماعه. في الحالات بقى الاجهاد بستخدم الحمام ايه؟ بستخدم الحمام مثلا ممكن فيتامين سي، ممكن الكترولايت، ممكن سكرولايت، ممكن البديل اللي هنتكلم عنه النهارده والافضل والاقوى والامن والارخص. حاجه برضو مهمه، اعطائك لحمامك بعض المكملات في فصل الصيف زي الزيوت والخمار اللي اتكلمنا عنها، زي مثلا فيتامين سي، زي السكرولايت ايرلندي، ممكن محلول معالجة الجفاف، مفيش اي مشكلة. طيب انا اعمل ايه عشان ما يجيليش اصلا المشاكل دي وحمامي يكون دايما في مصحصح كده في الصيف، في عز الصيف ما يجيلوش اي مشاكل من الاحتباس الحراري او الاجهاد او الخلل المناعي؟ هقول لك هتنزل لاقرب سوبر ماركت او عطار عندك، هتقول له انا عايز ب 20 جنيه عسل اسود او ب 10 جنيه عسل اسود، رخيص جدا، وهتحطهم في ازازه زي ديت. العسل الاسود يا جماعه اقوى فيتامين ممكن تقابله، اقوى مضاد سموم ممكن تقابله، اقوى يعني مش عايز اقول افضل من السكروات. ناس اصلا بتستقبل حمام بالعسل الاسود. سكريات، هتلاقي فيتامينات، هتلاقي عناصر معادن، هتلاقي حديد، هتلاقي بيحمي بقى حمامك من مشاكل السموم، من مشاكل الاحتباس الحراري والاجهاد الحراري، بيديله طاقة مش هتلاقيها موجودة في اي فيتامين. وعن تجربة وجرب، وانت هتشوف وهتقرر من نفسك، وهتعرف ان انت كنت شغال اصلا غلط ومؤهمل ان انت ما تشتغلش عندك بالعسل الاسود لحمامك. بحط مثلا في فصل الصيف 5 سم على اللتر، بدوبهم في الكويس، الحمام بيشرب، حمام بيبقى عنده طاقة كويسة. لو عندك باقي اسهالات نتيجة الاحتباس الحراري، السهالات دي اصلا بتتلغى. الحمام لو بياكل عندك بيديله طاقه وفيتامينات وكلام من ده. بتحسش اصلا بفرق في الحمام صيف او شتاء. زي ما انت شايف صحه الحمام عندنا ما شاء الله. عملنا حضراتكم اكتر من فيديو نشرح لحضراتكم صحه الحمام. العسل الاسود كلوكوز للحمام، كلوكوز للحمام. يعني انت بتوفر لنفسك مال وبتوفر لنفسك اعراض جانبية باستخدام اي حاجة تانية. 5 سم على لتر مية، وممكن 3 سم على لتر مية، مفيش مشكلة. كام يوم في الاسبوع؟ انا برجح يوم واحد بس كل اسبوع، يوم واحد كل اسبوع. يوم مثلا عسل اسود، يوم فيتامين سي، يوم محلول معالجة جفاف. 3 ايام دول اشتغل بيهم ورا بعض للحمام. طبعا كل حضراتكم عارفين الفيتامين السي، اي فيتامين سي ممكن، اللي هو التانك، الفروت، الحاجات اللي هي الاكياس المعلبه، تلاقي الكيس ثمنه 2 جنيه والكبير ب 5 جنيه. محلول الجفاف طبعا برضو موجود، البشري عملنا عليه حلقه قبل كده. هتحط الكيس على اللتر ميه، يبقى يوم عسل اسود، يوم محلول معالجة جفاف، يوم فيتامين سي. 3 ايام كل اسبوع فصل الصيف، مش هتلاقي اي مشاكل نهائيا. وما تنساش تدي يوم للحمام اخر الاسبوع
منشط كبد وغسول كلوي، عندك مستورد تقدر تجيبه مفيش مشكله. ما عندكش ممكن تجيب الرانكس المصري ممتاز جدا، والعلاج من العلاجات اللي بتصدر بره عن حسن جودتها وعن تجربه يا جماعه. الرانكس البيطري غسول كلوي ومنشط كبد ممتاز جدا. العسل الاسود لازم بعد ما تسمع الفيديو ده تنزل تجيبه ويكون عندك وتدي لحمامك منه. اللي عايز اكد برضو عليه، الاستحمام للحمام في اليومين دول يا جماعه، انت لما تحمل حمام انت يعني بتديله طاقه، بتديله صحه، لان انت عارف ان الحشرات يعني حشرات الحمام بتكتر في فصل الصيف، زائد ان انت ممكن بقى الحشرات ده اصلا بتمص في دم الزغلول، بتعمل له بقى مشاكل، بتنقل امراض، ممكن الجدري، ممكن يعني السالمونيلا، كوكسيديا، الحاجات دي كلها. يبقى 3 ايام زي ما قلت لك، يوم غسول كلى ومنشط كبد بيفضل معاك 3 ايام. ممكن تدي يوم زيوت وخمائر، ممكن باقي الايام تدي ميه بيضه، مفيش اي مشكله. وباكد عليك مع استخدامك لاي حاجه للحمام، شيل الصدف من قدام الحمام، عشان الصدف بيبطل مفعول اي علاج وبيبطل مفعول بعض المكملات. فانت تقطع الشك باليقين وتشيل الصدف او التحديق من قدام الحمام اثناء اعطائك للكلام ده. وما تنسوش اختيارك لكلفة خالية من العدس والفول. قلل البروتينات بقى في الصيف في اليومين دول، وكتر البذور. الحمام بيحب البذور يا جماعة في اليومين دول خصوصا في فصل الصيف، زائد ان بيساعده في يعني تسريع عملية القلش، وبيخلي ريشه كويس. والحمام نفسه بيبقى محتاج تغيير ريش جديد. الحاجات ديت فيها نسب من الفيتامينات والزيوت المهمة في تكوين الريش وتكوين القلش وتعديك القلش وتكوين صحة عامة. لأن الفرد الحمام ما بيقلش، الريش ده بياخد من طاقته، بياخد من غذائه، وبياخد من جسمه. فأنت لازم تعوضه اللي بيحصل في تغيير عملية الريش. العسل الأسود كان موضوعنا النهاردة، وإن شاء الله انتظرونا في سلسلة كاملة للتعامل مع حمامك في فصل الصيف، امراض المفاجاه، وازاي تقدر تشخص الحاله المرضيه اللي قدامك ان شاء الله صوت وصوره. لو اول مره بتشوفنا ومش مشترك في القناه تشترك وتشرفنا، محتاجين دعمكم. ولو عجب الفيديو لايك ورقم مشاركه عشان الكل يستفاد، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.